شوف لازم نعرفوا بلي رانا في نهائي منافسه قاريه. اوكي الحكام حتى ولو بعد كان نهاية المواجهة، بعد معذرة رفيق، بعد نهاية المواجهة مباشرة أشرت إلى وجود ضربة جزاء من ليكوزا هنا في البلاطو. لا بيان سور كان عندي كان ضربه جزاء. اولا نتكلم عن الحكام اليوم رانا نتكلموا على نهائي منافسه قاريه كاس الكاف ولا امام تشامبيونز ليج. يعني الحكام حتى ولا كان يرتكبوا اخطاء في مباريات سابقه، في مباراه كبيره ميدياتيزي وفي ورايح المونديال ذهب بيضا موريتانيا وبير اتشو من الكابون في الروتور رايحين لكاس العالم. لا اعتقد انه يديروا اخطاء فادحه اللي بتات يعني المشوار تاعهم مستقبلا يكون في يعني في خطر، وبالتالي يديروا احسن المباريات ديالهم. وعليه دهان بيضاء من احسن الحكام في افريقيا، وقلنا في سابق شرف عليه رشيد ميجيبا الحكم الجزائري، هو كان يكون الحكام في موريتانيا، وعليه انه دار مباراه من مستوى راقي جدا. ولكن في طومور ضربه الجزاء الاولى اللي ما صفرهاش انا يعني ما نقدرش نفهمها، لانه في اسمه البروتوكول تاع لافار الحكم يولي في 4 حالات: بينالتي او نوت بينالتي، بيت او نو با بيت، بيت او با بيت، كارتون روج ديريكت، ايدونتيتي ايروني. فوالا هاد 4. يعني كاين ضربه جزاء ولا ما كاش، يولي لافار ويشوف يعيطوا له، هو ياخذ لا ديسيزيون بينالتي ولا ماشي يعني بهدف ولا ماشي هدف، جاز الخط ولا ما جاش. وليدونتيتي ايروني يعني تصرا باغار لا لازم يعرف شكون باش يعطيه كارتون روج، وكيما كارتون جون بتاتي لازم هي كارتون روج يروح لافار. انا واش شد انتباهي انه في اللقطه تاع ليكونزا يعني ابارامون لافار كانوا يشوفوا في الاكسيون، وشفنا في لا تيليفزيون انه الى انيولي سافدير الى انيولي لو بوت بارابور واش قالوا له اصحاب لافار، وهذا في اعتقادي خطا. اذا كان صحاب لافار قالوا له ما كاش ضربه جزاء سافدير يا با يو كونتاكت، هنا يقولوا ما كان تجي ما كاش كونتاكت ما تشوف. بصح حنا في لا تيليفزيون شفنا بلي كاين كونتاكت، مادام كاين كونتاكت يقولوا له كاين كونتاكت وروح تشوف وتاخذ لا ديسيزيون. اما يكون كونتاكت وما يروحش لافار وهما ياخذوا في بلاصتو لا ديسيزيون، في اعتقادي هذا خطا. انا ما نقدرش نقول لك نعرف خير من حكم، ولكن كاين قوانين نقراهم نفهمهم. القانون يقول لك لو كونتاكت داخل لا سيرفاس دو ريباراسيون، يعني ما نتكلموش على البالون في اليد، هذه فيها احكام اخرى. الاربيتر يشوف اسكو كاين كونتاكت ولا لا، ما يشوفش النية. وكاين نية تلعب الكره وانت ما قصش الكره، قصت الرجل تاع اللاعب من بعد قصت الكره، هذه ضربه جزاء. تقيس الكره ما تقيس اللاعب، وين ما كاش ضربه جزاء حتى ولو كان لونغاجمون في التدخل ديالك ممكن ما يصفرهاش لانه لعبت الكره. هنا ما كاش النوايا، النية بالك ما تكونش عقوبة مضاعفة، ما كاش ضربة جزاء زائد إنذار، ما تكونش عقوبة مضاعفة، لكن كاين ضربة جزاء. واش راح يشوفوا لي زاربيت في لافار؟ يشوفوا لو بي في بي، قاسوا ما قاسوش. ما تقوليش بي دابوي ماشي دابوي راح يتري بالبال، نو عرقله قاسوا. مادام قستوا ضربة جزاء تاع ليكونزا اعتقد كان خطأ جسيم. ولو كان خلاص الماتش 0-0 لو كان ما كانش دوزيام بينالتي وخسرنا 1-0 راح كان يكون جدل كبير على التحكيم. ودهان بيضاء هذا الحكم الممتاز حتى من حقنا احنا كاعلام وراي عام نقولوا ارتكب خطا جسيم، حتى لو كان كل مباراه كان رائع. اما الخطا اللي ما صفاش ضربه جزاء وما راحش لافار باش يتاكد، نقولوا لا فوسي لو ريزولتا دو لا بارتي. ما انقذ دهان بيضاء في هذه المباراه هو حكم رائع، ونأكد لك انه حكم رائع، انه جات اللقطه الثانيه وكان صعبه ما صفاش ضربه جزاء لانه بدات ما شافهاش. لا تريبل فوت جدي بير تريبل فوت تاع اللاعب المصري، لو جونو في لو دو، لو كود في لو دو، وبعد البالون قاسوا في يده 3 سيتي 3 فوت ما شافهمش. كونتر اتاك بيت للزمالك زقالوا لافار باسكو يا فوت، وراح والغى هدف الزمالك وحسب ضربه جزاء.